تعالى اقولك بقى، لو انت عندك رغيفين عيش بايتين قومي هاتيهم وبالمقص قصيهم. هتعملي للولاد احلى حاجة بيحبوها وفلوسك وفريها. تعالوا النهاردة على قد فيديو انه بسيط وسهل كده، وفي دقايق بالظبط هتعمليه، بس على طول منك هيطلبوها. سمي الله وصلي على رسول الله وتعالي نشوف وصفة النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب احنا معانا كده رغيفين عيش بايتين، العيش اللي هو الشامي ده. هنعمل لهم النهارده الدوريتوس، هتعمليه احلى مليون مره من اللي بتشتريه بره، واوفر واكتر بكتير. شوفي دلوقتي كده كيس الدوريتوس اللي انت بتجيبيه بس ده بيكفي عيل واحد كده، وكمان ممكن بعد شويه يقولك انا عاوز تاني وما بيعملش اي حاجه. وبقى بكام دلوقتي؟ قولوا لي انتوا، انا يعني مش بحبه، انا ممكن احب ده اكتر منه مليون مره. تمام. طيب هنجيب بقى العيش زي ما انت شايفه كده، وبالمقص ابتدي قطعيه كده بالطول، وبعد كده ابتدي اللي انت فكيه من بعضه وقصيه كده مثلثات زي ما انت شايفه كده اهو. سهله جدا اهو، بصي شايفه مفيش ابسط ولا اسهل من كده. وهنعمل لهم كل حاجه في البيت، كل حاجه بقت غاليه، الناس مش مكفيه اصلا تكفي العيال اكل، ولا تجيب لهم لبن، ولا تجيب لهم ايه، ولا الحاجه غاليه جدا. فبنحاول بقدر الامكان الحاجات اللي احنا نقدر نعملها لهم في البيت. الله يكون في عون كل الناس والناس بقت فعلا على قدها. فهنعمل ايه؟ طيب بعد ما قصيناهم كده مثلثات زي ما انتوا شايفين، ابتدي بقى فكيهم من بعضهم كده. هاتي صينيه وحطيهم اهو. في اسهل من كده؟ طيب معانا معلقه زبده من اللي انت بتستخدميها في مطبخك عادي، وهنبتدي كده نوزع على الايه العيش اللي احنا قصيناه. طيب ما عنديش زبده، مفيش اي مشكله، زيت وابتدي ادهني. اظن كلنا عندنا زيت. انا بقولك لو عندك زبده طبعا الطعم بيبقى احلى، وكمان بتبقى افضل يعني من الزيت. خلاص ما عندكيش اعملي بالزيت اللي بره بيعملوه بالزيت اللي انت بتشتريه، وبتدفعي كده في الكيس حبه صغيرين، وبتدفعي فيه مش عارفه بقى بكام دلوقتي، مش هقول اسعار انا، مع قولوا انتوا بقى. وابتدي كده وزعي بس الاول على العيش كله بقدر الامكان. حاولي تحطي، يعني انا بحط كده العيش ايه تدريجي، ما بحطوش مره واحده، وبوزع زيت بحيث ان الكل يبقى ايه طايله زبده او زيت. تمام. وزي ما قلت لك فتحيه كويس كده. هتكوني مشغله بقى الشوايه وهتحطيه تحت الشوايه. في اسهل ولا ابسط من كده؟ وتعالي هتشوفي النتيجه بجد هتبهرك، والطعم خطير احلى مليون مره من اللي انت بتشتريه بالاكياس الجاهزه. طيب بقيه الزبده بقى بتاعتنا او بقيه الزيت، لو معلقه زيت واحده. في بقى توابل عند العطار، توابل الجبنه. توابل الجبنه دي موجوده عند العطار، وبنحطها على الشيبسي وبنحطها على اي حاجه، او في توابل الكباب، كل ده موجود. وبنحط عليها بابريكا، وبحط عليها حبه زعتر. خلاص اظن مفيش اسهل من كده. وادي الديريتوس بتاعنا طلع، او الخبز اللي احنا قصيناه بالمقص. حطي بقى حبه من التوابل دي وزعيهم، اللي هي بهارات الجبنه، توابل الجبنه، هي دي اللي بتديكي الطعم بتاع بره. ورش حبه كده برضو من البابريكا. خلاص. وحبه من الزعتر. اظن في اسهل من كده. وابتدي بقى كده بالفرشه وزع. انت على فكره ممكن تستغني عن الخطوه دي، اللي انت حطاها مثلا الزبده وحط عليها التوابل الجبنه والحاجه، ممكن تستغني عنها. بس انا عاوزه الطعم يبقى قريب قوي، وتبقى البهارات كده ماسكه في الدوريتوس، وتبقى ايه لازقه فيه، وعلشان الولاد يقتنعوا ويعجبهم، وتبقى يعني قريبه لبره بالظبط. بصوا الشكل. عاوزه اقول لك احلى مليون الف مره. الولاد وانت بتعمليها كده بيخلصوها اصلا. شايفه كميه قد ايه؟ برغيفين عيش بس، يعني ما بالك لو انت عندك كذا رغيف عيش هتعملي لهم قد ايه. وكل شويه اعملها لهم يا ستي، صحيه وجميله ومغذيه. طب لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك ودعوه حلوه ليا كده، ما تنسيش تعملي لي متابعه. وانتظروني في وصفة جديدة. هستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.